مشكلتنا مع الانجليزي وليه ما بنتعلمش انجليزي؟ ايه الاسباب اللي تخلينا ما بنتعلمش انجليزي؟ بعد قرار ان احنا خلاص هنبدا نتعلم انجليزي وجبنا النوتس بتاعتنا وجبنا كل الكلام الحلو ده وبدانا خلاص ان احنا نتعلم انجليزي وشغالين يوم ورا الثاني ورا الثالث، بعد شهر او شهرين بنوقف. ليه بنوقف؟ ايه الاسباب اللي بتخلينا نوقف؟ برضه ايه الاسباب اللي بتخلينا ما نتعلمش انجليزي؟ ان شاء الله هنعرف ايه الاسباب اللي بتخلينا ما نتعلمش انجليزي وحلها كمان في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد مع كريم نوب. الموضوع قد يبدو شائك او قد يبدو صعب جدا ان نتعلم انجليزي عند الناس او عند بعض الناس لاكثر من سبب بصراحه، ولكن في الفيديو ده هقول لك كام سبب اساسيين ومهمين جدا في رحله ان انا ليه ما بتعلمش انجليزي، وبالفعل هم حصلوا معايا انا وبتعلم انجليزي. فركز معايا كويس جدا عشان خاطر نعرف ايه الاسباب دي وحلها كمان. اول سبب بيخلينا ما نتعلمش انجليزي او بيخلي الانجليزي يبقى صعب بالنسبه لنا قله مصادر التعلم او ما فيش مصادر كتيره اتعلم منها انجليزي. نقطه بسيطه في الموضوع ده، انا قصدي قله مصادر التعلم ان انت ما عندكش حاجات كتيره بتحاطك بالانجليزي، مش المصادر اللي انت هتتعلم منها بالفعل. هبسطها لك. لما اتكلمت في فيديو ازاي تتعلم انجليزي وحكيت التجربه بتاعتي او الطريقه بتاعتي في تعلم الانجليزي وان هي كانت ساعه واحده بس، بالمناسبه الفيديو هيظهر لك هنا او هسيبه لك في الديسكربشن تحت، لازم تروح تتفرج عليه، هيفيدك جدا في تعلمك الانجليزي. المهم للناس اللي سمعت الفيديو ده، انا كنت بقول في الفيديو ده ان تعلمك الانجليزي بساعه واحده بس، يعني هتقعد ساعه واحده بس تتعلم انجليزي، ولكن انا برضو في الفيديو قلت ان دي البدايه او دي اول ستيب هتخليك انك تتعلم انجليزي. نوضح اكتر، يعني انت مثلا لو عايز تتطور بالانجليزي بسرعه او لو عايز مستواك يتحسن في الانجليزي بسرعه، موضوع الساعه ده مش هينفع معاك. انت عايز تحور نفسك بالانجليزي، يعني الناس اللي بتتكلم معاهم لو كانوا بيتكلموا انجليزي فده هيساعدك جدا جدا وباسرع وقت انك تتعلم انجليزي. وللاسف علشان احنا الامكانيه دي مش متاحه عندنا او علشان احنا الفرصه دي مش متاحه عندنا ان احنا نتكلم مع ناس اجانب او نتكلم مع ناس بتتكلم انجليزي، اللي هيساعدك في الموضوع ده القراءه، انك تقرا، انك تتعلم انك تقرا انجليزي، تقرا مقالات، تقرا كتب، روايات، اي حاجه بالانجليزي. والبوينت الاساسيه هنا برضو انك لما تقرا اقرا بصوت عالي. موضوع انك تقرا بصوت عالي وان ودانك تسمع الصوت بتاعك ده بيحسن مهاره القراءه وبيخلي الانجليزي بالنسبه لك او بالنسبه لودانك انت وبتسمع انجليزي مش غريب. القراءه بديل انك تتكلم مع ناس اجانب، ومش عايز اقول لك ان حوار البديل ده انك تبقى حاجه مفرغه او ان هي بديل، هي اكيد القراءه مش بديل، ولكن القراءه بصوت عالي لازم تبقى بصوت عالي بتطور عندك مهاره السبيكنج او التحدث. برضو الناس اللي انت متابعهم على السوشيال ميديا او على النت خليهم بالانجليزي. الميوزك اللي انت بتسمعها او الموسيقى اللي انت بتسمعها خلي الموسيقى اللي انت بتسمعها بالانجليزي. انا عايز اقول لك في البوينت دي ان حاول ان تخلي اليوم بتاعك كله مليان انجليزي. لما تفتح التليفون الناس اللي انت بتشوفهم انجليزي، لما تسمع الميوزك اللي انت بتسمعها انجليزي. يا ريت كمان لو حضرتك بتسمع بودكاست، البودكاست هيفيدك جدا في البوينت دي انك تسمع بودكاست بالانجليزي. انصحك جدا جدا انك تسمع بودكاست بالانجليزي، ولو ما بتسمعش بودكاست بالانجليزي اسمع بالعربي، اسمع بودكاست. البودكاست مهم جدا وهيفيدك جدا في حياتك. ثاني سبب من اسباب ليه ما بنتعلمش انجليزي او موضوع ان انا اتعلم انجليزي ده بيجي صعب جدا، هي قله الوضوح او ما بيبقاش عندك فيجن لان ليه الانجليزي مهم. ما بيبقاش عندك تفكير او ما بيبقاش عندك رؤيه او عندك حاجه كده بتقول لك ليه الانجليزي مهم. ركز في كلامي، انا بقول لك ان انت عندك قله في الوضوح. يعني احنا عارفين ان الانجليزي مهم وتعلمناها من كبيرنا واخواتنا الكبار انك لازم تتعلم انجليزي ولازم يبقى معاك لغه، واللغه مهمه في حياتك، واللغه مهمه لكذا حاجه كمان في حياتك. بس برضه ليه انا برضه ده يعتبر الكلام ده بالنسبه لي هشاش او الكلام ده اللي هو مش مؤثر بالنسبه لي. ايه الحاجات الماتيريال او ايه الحاجات الاساسيه اللي هيفيدني الانجليزي؟ انا عايز حاجه واضحه، حاجه تقول لي 1 2 3 الانجليزي مهم. الانجليزي مهم ليه؟ علشان 1 2 3 4. في البوينت دي بصراحه انصحك بالفيديو بتاعي اللي انا نزلته هنا على الشانل وهو ليه الانجليزي مهم، هسيبه لك برضه في الديسكربشن وهيظهر لك هنا. بصراحه الفيديو ده هيديك بدايه كده او هيديك رؤيه على الانجليزي مهم، يعني هيقول لك كام سبب ليه الانجليزي مهم، وان شاء الله الاسباب دي تقنعك. بعد ما تسمع الفيديو انت اوريدي هتكون عندك رؤيه واضحه او انت اوريدي هتكون عندك باك جراوند لان الانجليزي مهم وانك لازم تتعلم انجليزي، فده هيساعدك انك تخليك تتعلم انجليزي. ثالث سبب من اسباب تعلم الانجليزي صعب او تعلم الانجليزي مستحيل هي انك خايف انك تغلط. وصراحه انا في البوينت دي عايز اتكلم على حاجتين. اول حاجه، في مرحله من مراحل تعلمك للانجليزي او في ليفل معين من الانجليزي انت بتتعلم اكسبريشن، بتتعلم فوكاب، بتتعلم كلمات وجمل. انت عايز تقول الكلمات دي او انت عايز تقول الجمل دي، عايز تطلع اللي جواك، يعني انت خزنت حاجات او خزنت جمل وكلمات عايز تطلعها، عايز تطلعها الناس. انت بقى علشان تطلعها هتروح تطلعها مع مين؟ صحابك، ناسك، الناس اللي بتقعد معاها. هي دي بقى الحته اللي انا عايز اتكلم فيها. حاول انك الناس اللي بتقعد معاها ناس بتحبك وناس بتديك بوزيتيف انرجي او بتديك طاقه ايجابيه مش سلبيه، طاقه ايجابيه. بالظبط ازاي؟ هقول لك. يعني مثلا هضرب لك مثال بسيط جدا. انا مثلا اتعلمت في الانجليزي او اتعلمت ان في تعبير في الانجليزي اسمه نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو ده معناها ان انا فرحت ان انا شفتك او سررت بلقائك. انا بقى عايز ابدا فيها الواد الشبح وعايز اروح اتنطط على اصحابي واقول لهم نايس تو ميت يو وابين لهم ان انا بتعلم انجليزي والجو ده والشغل الحلو ده. صحابي بقى في نوعين. في نوع لما يسمع الاكسبريشن بتاعه او لما يسمع التعبير بتاعي هيفرح لي جدا وهيسقف لي كده ويقول لي يا كريم 100 100 واستمر وكمل وبسم الله ما شاء الله مستواك يتحسن وكمل وان شاء الله هتجيبها والكلام ده. والنوع الثاني من الصحاب هيقول لك ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا عم شغل العبط؟ انت فاكر نفسك من بنها؟ بنها دي منطقه عندنا في مصر لو انت بتسمع بره مصر، اللي هو هيتريق عليك، هيتريق عليك جدا، يقول لك يا عم عيش عيشه اهلك، مالك ومال الاجانب، مالك ومال الامريكان. انا بقى في البوينت دي عايز اقول لك انك تقعد مع الناس الاولانيين والناس الثانيه دي شيلهم من حياتك خالص، مش ما تقعدش معاهم بس، لا انت شيلهم من حياتك خالص.
لان الناس دي مش بتحبك، والله الناس دي ما بتحبك. فكتر قعدتك مع الناس الاولانيين دول هيدوك بوش وهيدوك دفعه ايجابيه جدا، وهتحس انك بتعمل حاجه كده وانك بتتقدر، ودي حاجه حلوه هتخليك انك تكمل انجليزي وما توقفش كمان. زي ما قلت لك الناس التانيين اعمل لهم بلوك بس، يعني اعمل بلوك واخلص. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عليها في النقطه بتاعت انك خايف من الناس او خايف من الغلط، هي انك في بدايتك في تعلم الانجليزي انت بتتكلم هتحس انك بطيء جدا في الكلام، ولما تشوفهم او لما تسمعهم هم بيتكلموا هتلاقيهم سرعه جدا، فهتحس انك معقد او هتحس ان الغلط فيك وانك مش عايز تتعلم وانك مش عارف تتعلم كمان. ولما تسمعهم برضو تحس انك مش فاهم اي حاجه وان هم بيقولوا كلام معقد وكلام كتير جدا وكلام سريع جدا، فبرضو ترجع للزون الاولانيه وانك معقد وانك مش عارف تتعلم انجليزي وان الغلط فيك. انا عايز اقول لك انك لا، الغلطات اللي انت بتغلطها بدايه للتطور بتاعك او بدايه لتطور المستوى بتاعك في الانجليزي. يعني انت في البدايه هتحس ان الموضوع صعب، انا زي ما قلت لك ان الموضوع بياخد وقت. انا عايز اقول لك انك لازم تغلط علشان تتعلم، لازم تغلط علشان تتعلم. انت مثلا رحت قريت جمله، رحت سمعتها من جوجل ترانسليتر او سمعتها من واحد اجنبي بيقولها، لقيت ان الاختلاف باين جدا، هتحبط. لا ما تحبطش، البدايه كده لازم البدايه تبقى ما تعرفش، يعني هي بدايه اي حد لازم انه يبقى ما يعرفش في الحاجه لان الحاجه جديده عليك، فكمل وما توقفش. وزي ما قلت لك بدايه الغلطات دي بدايه تطورك في الانجليزي او بدايه تطورك في اي حاجه. لو انت بتغلط في اي حاجه انا عايز اقول لك ان دي بدايه تطورك وبدايه تقدمك في الحاجه دي، فلو بتغلط كمل، اهم حاجه انك تكمل. رابع نقطه هي قله التحفيز او انك مش متحفز ونشيط كده انك تتعلم انجليزي. ايوه يعني ازاي انا وبتعلم انجليزي اتحفز وابقى نشيط؟ انا بصراحه في البوينت دي عندي ليك مثال او عندي ليك حاجه هتحفزك وتخليك نشيط ل3 سنين قدام. تقعد 3 سنين بتتعلم انجليزي وما تزهقش. دور في بلدك او دور في المكان اللي انت عايش فيه، اكيد بتلاقي واحد ليه قيمه علميه او واحد كويس عايش حياه ماديه كويسه، حياه تعليميه كويسه. تقريبا الشخص ده هتلاقيه بيتعلم انجليزي. لو ما عندكش صحابك او الناس اللي انت شفتهم سافروا بره هتلاقيهم اكيد بيتعلموا انجليزي او اكيد متعلمين انجليزي. وحتى لو مش متعلمين انجليزي لما راحوا البلد اللي راحوها دي لازم يتعلموا اللغه بتاعت البلد او لازم يتعلموا انجليزي عشان يتعامل. لو ما عندكش ده ولا عندك ده، انا عايز اقول لك ان الناس اللي انت بتتابعهم على السوشيال ميديا لازم يبقوا ناس ناجحين، او الناس اللي انت بتتابعهم على السوشيال ميديا الناجحين، الناس الناجحه، الناس اللي بتقدم فاليو للناس، تقريبا 90% او 95% من الناس دي هتلاقي عندها الانجليزي او هتلاقي معاها لغه انجليزي. دي حاجه ثابته. انا شايف ان بتعلمك انجليزي انت بتزود المكان بتاعك انك تبقى زي الناس دي. يعني انت لما تتعلم انجليزي ممكن في يوم من الايام تبقى واحد زي الناس دي وممكن كمان تبقى احسن منهم. انا شايف ان الحته دي هتديك بوش كده وهتديك دفعه انك تتعلم انجليزي لما تشوف الشخص اللي انت بتتفرج عليه بيتكلم انجليزي، او لما تشوف شخص عربي او شخص انت عارفه بيتكلم انجليزي كده وبيرطم انجليزي حلو وسريع. ده هيحفزك، ده واللي هو انت هتقول في نفسك يا عم انا نفسي ابقى زي الواد ده او نفسي ابقى زي الشخص ده، فهتتحفز فهتروح تتعلم انجليزي عشان تبقى زي الشخص ده. يو جات ات اور نوت؟ اوف ما قلتلكش تسبسكرايب في القناه، روج عليا يلا سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس 100 100. السبب الخامس وده سبب مهم جدا بصراحه، هو انك شايف ان الانجليزي ده ماده علميه وانك هتمتحن فيه. انا في البوينت دي عايز اقول لك انك غير المينتاليتي بتاعتك او غير العقليه بتاعتك بتاعه تعلم الانجليزي. يعني فكك من حوار الديدلاين وان انت عايز تتعلم انجليزي في شهرين او في 6 شهور، اللي هو انت هتقعد تتعلم انجليزي شهرين بس وبعد الشهرين انت مش هتتعلم انجليزي. صديقي انا عايز اقول لك ان انا لحد وقتنا الان او لحد اليوم انا بتعلم انجليزي، انا بتعلم كلمات وبتعلم جمل وبتعلم تعبيرات. حوار انك تتعلم انجليزي او انك تتعلم لغه عموما ما بيوقفش، انت طول حياتك بتتعلم انجليزي لان انت بتتعلم انجليزي ده لنفسك، لحياتك، لشخصيتك، لتطورك الشخصي. الموضوع مش موضوع امتحان انك هتروح تمتحن فيه وخلاص انت مش هتذاكر انجليزي تاني، لا. ففكك من حوار الديدلاين او فكك من حوار ان انا بعد 6 شهور انا ما هتعلمش انجليزي تاني. الموضوع ده بيحط عليك عبء وبيحط عليك ضغط كبير جدا، لان انت لما بتخلص المده بتاعتك تتعلم انجليزي وبتلاقي نفسك ما اتعلمتش او بتلاقي نفسك مستواك لسه برضه في الانجليزي بتحبط وبتكتئب. انا بقى في البوينت ده عايز اقول لك ان غير المينتاليتي بتاعتك، غير التفكير بتاعك بتاع الانجليزي. لا يا حبيبي الانجليزي ده مكمل معاك باقي حياتك. انت بتتعلم انجليزي عشان تعرف تتكلم مع الناس، عشان تعرف تتعامل مع الناس، علشان تعرف تكمل حياتك. انت مش بتتعلم انجليزي لمجرد انك هتمتحن فيه. بوينت دي مهمه جدا جدا، ان ما تخليش ديدلاين لتعلمك الانجليزي، ما تخليش وقت محدد لتعلمك الانجليزي. برضه ما تفهمنيش انك مش هتتعلم انجليزي او ان مستواك في الانجليزي مش هيتطور غير بعد 3 4 سنين. انا قصدي ان غير التفكير بتاعك بموضوع انك عادي ان الانجليزي ده جزء من حياتك، الانجليزي ده جزء من يومك، جزء من كيانك. غير عقليتك علشان ترتاح. يا لهوي انا نسيت السبب الكام. السبب السادس واخر سبب ليه الانجليزي صعب او ليه ما بعرفش اتعلم انجليزي او ليه وقفت ان انا اتعلم انجليزي، هو انك مش صابر. الرباعي الضحك ده، انك مش صابر على نفسك، انك عايز تتعلم انجليزي في 6 شهور بس مثلا. الاستعجال وحش، الاستعجال وحش جدا جدا، الاستعجال وحش وبوظ ناس كتيره جدا او دمر ناس كتيره جدا، خلت ناس تدخل في احباطات واكتئاب والكلام ده. انا عايز اقول لك انك اصبر على نفسك، ادي لنفسك مهله، ادي لنفسك وقت، ما تبقاش مستعجل، ما تقولش انك في شهرين او في 6 شهور هتتعلم انجليزي. هو ان شاء الله ربنا يكرمك وتتعلم في المده دي ويمكن اقل كمان، ولكن برضو انا بقول لك انك ما تبقاش مستعجل، مش اللي هو انت عايز لهوجه الحاجه اللي بتيجي بسرعه بتروح بسرعه. فانا عايز اقول لك كده انك تكام داون او انك تهدى، ارسى كده واظبط وريح نفسك شويه. اللي ما يجيش النهارده يجي بكره، واللي ما يجيش بكره يجي بعده. اهم حاجه انك تكمل، اهم حاجه انك تستمر وتبقى صابر، بس مش الرباعي، لا تبقى صابر كده على نفسك ومهدي من نفسك. ميبي انا كده خلصت كل الاسباب او
اغلب الاسباب اللي بتخلينا ما نتعلمش انجليزي. عايز اقول كولز، والكولز ده بصراحه انا كاتبه على الديسك بتاعي، يعني هو اكيد مش هيبان تحت، بس مش عارف كولز، بس هي جمله حلوه، يعني هي جمله حلوه وبتعجبني جدا. الجمله بتقول ايه؟ نو بين نو جين، نو بين نو جين. معناها انك لو مفيش الم، لو مفيش تعب، لو مفيش صبر واجتهاد، مفيش نجاح، او اللي هو جين ده مفيش كسب، مش هتجني حاجه. المعنى انك لازم تتعب، لازم تجتهد، لازم تصبر علشان تجني، علشان تنجح، علشان تجني ثمار الحاجه اللي انت تعبت فيها. انا كده خلصت، يا رب تكون استفدت من الفيديو. لو استفدت سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس. وفي الاخر thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي.